القصة اللي غنعاود لكم اليوم على وصال اللي كانت واحد البنت اللي عادية. الحياة ديالها والحالة المادية ديالهم ميسوري الحال الصراحة، ما عندهمش وما خصهمش. يعني اللي حلت على عينيها او الاحرى بغيت نقول اللي حلت عليها فمها كتلقاها قدامها. المهم ما يمشيش التصور ديالكم بعيد. كانت هي البنت الوحيدة وسط ثلاثة ديال الدراري. قرات القرايه اللي كانت عاديه كايها الناس. تقريبا وصلت للباك، شدت الباك ديالها وهي تبع واحد التخصص من التخصصات الشائعه عندنا في المغرب. حتى هنا كان كل شيء مزيان، يعني كانت الامور غاده عادي. كان خدمت واحد شويه بحكم انها تخرجت من داك القطاع وكان ضروري تخدم باش تكتب التجربه وكذا. من بعد مده غادي تقرر تجلس بدون سبب، ما عاد تبغي لا تخدم لا تردم، يعني لا والو، بغات غير تجلس في الدار صافي والتلفازه والافلام الى اخره. بقات على داك الحال تقريبا واحد المده زمنيه نقدر نقول لكم طويله، حتى واحد النهار اللي غتقرر هي وبعض الافراد من العائله اللي منهم اننا نمشيو نحضروا لواحد الحصه ديال الرقيه. شوفوا لحد الساعه كانت تقريبا كما قلت لكم كانت الاوضاع عاديه، ما حتى واحد ما حس بشي حاجه ولا سميتو، فهمتوا؟ يعني حتى واحد ما مريض، يعني حنا غير فضول منا قلنا نمشيو نشوفوا الرقيه كيفاش كدوز، بحكم ان حتى ديك الدار اللي غدير فيها الحصه كانت من الناس اللي من العائله نيت. صافي هي ديمارينا الطوموبيل، وقبل ما نديماري وخدينا تعليمات من عند داك الراقي باللي خصنا نمشيو لعندو على وضوء ونقراو بعض الايات، زعما هادشي داخل في التحصين. ولحد الساعه حنا كنا غير ضاحكين وكنعيبوا على بعضياتنا، لا انت غيخرجوا منك جنون وهو انت اللي مسكونه وهو انت. المهم الطريق كامله وحنا كي بالضحك. صافي وصلنا عند دوك الناس، دخلنا لقينا ناس اخرين تماك اللي حتى هما من العائله، فيهم نيت اللي مريض. المهم يعني كاين اللي ديجا بادي حصه قبل. حنا كانت هذيك اول حصه لينا، وبالنسبه لي انا بدات كانت اول مره نحضر لشي قصه، من قصه نحضر لشي حصه ديال الرقيه ولا شي حاجه بحال هكا. المهم كان واحد الجو اللي صراحه روحاني شي شويه، واحد الطاقه في شكال. المهم دخلنا، السلام لاباس حيت كان كيتسناونا غير حنا حتى نوصلوا. على بركة الله بدا داك الراقي كيقرا اللي كان نقدر نقول لكم ما شاء الله كان عنده واحد الصوت ما نعاودش لكم. وحتى الطريقه باش كان كيتلو داك القران كانت يعني واحد الروعه اللي في شكال كتخليك في الاول ترتاح، واحد الراحه اللي عجيبه. على فكره هذا الراقي ما كان كيجي حتى شي درهم على ديك الرقيه اللي كان كيدير، حيت هو اصلا كان خدام خدمه ديالو، يعني سالاري بعيد، يعني السيرفيس ديالو بعيد على هادشي ديال الرقيه وسميتو الى اخره. صافي السيد كان كيقرا القران، كيقرا. جات واحد اللحظه غادي نهز عيني للفوق، يعني غادي نشوف قدامي، غادي نلقى وصال بدات كتجبد في رجليها، ولكن بواحد الطريقه اللي في شكال. الصراحه انا ما بقيتش مركز مع داك القران ولا داك الراقي، قد ما مركز على الطريقه اللي ولات ديك البنت كتصرف بها. صافي وهي كتجبد في دوك الرجلين وفي نفس الوقت كتنين، يعني كتسمع كل الانين ديالها. صافي يعني كما قلت لكم كتجبد رجليها وكتنين. صافي تما غنكتشفوا بلي راه وصال راه ملبوسه. صافي بقات واحد الساعه وهي كتنين تقريبا وكتجبد حتى طاحت في الارض. صافي ناضوا البنات اللي اخرين اللي ما بهم والو، ناضوا هزوها وقادوا ليها حوايجها. الراقي مكمل قرايته اللي عادي. وواحد الحاجه ما كاينش داكشي ديال العصا وداك الصرع كما معروف كيجي واحد الراقي كيطيسلك في عباد الله. نو، يعني هو جالس بعيد يعني مسيباري وطارق الباف ديالو وداير. المهم بحال انا نشرح لكم الجلسه كيفاش كانت السيد جالس فوق واحد الستاري، حاط الباف، هاز الميكرو ديالو فاش كيقرا، وقدام داك الباف كاين بيدوزات ديال الماء باش زعما داك يكون داك الماء فيه الرقيه. صافي السيد ومن الماتيريال ديالو هو واحد المسك، داك المسك الاسود هو اللي كيجيب معاه، كيحطو تمايا. وصافي بدات وصال بدات كتضحك.
يعني كضحك واحد الضحك اللي في شكل على حر جهده، بقات كتقول لذاك الراقي مسخوط والله الا جودني، او بالاحرى داك الجن اللي كيهضر فيها. شوفوا، ونفتح واحد القوس. بالنسبه لي انا اللي كنعاود لكم هذه القصه، انا ما عمرني كنت كنامن انه الجن كيتلبس الانس ولا، يعني عمرها دخلت لي الطنطو ديال راسي. ولكن من بعد داكشي حضرت ليه، حضرت الحصه مورا حصه مورا حصه مورا حصه، عقلي يحبس، والله دا عقلي يحبس. السيد كما قلت لكم ما تسوقش الهضره ديال وزر، بقى كيقرا وهي عاد ما كتزيد تتشعل فيها العافيه. فاش كيوصل لدوك الايات اللي كيهضروا على الساحر، ما الساحر كتبقى تقول ليه ماشي انا، راه هما، انا ما درت والو، وكتغوت بحال هكا فهمتي، كتقول لست انا انهم هم. شكون هم؟ الله اعلم. صافي السيد كانت كتبقى دير شي حركات براسها وبيديها، حتى هما غراب الصراحه. باقي غادي في الرقيه اللي كيدير، اكتشفوا انه وصل كتمثل 3 ديال الشخصيات، او بالاحرى فيها 3 ديال الجنون. الاول كان رزين وثقيل، يعني كان كيجلس متبات. الثاني كان شي شويه حركي وكان برهوش، يعني كان بريهيش بحال شي واحد صغير. وداك يعني عزيز عليه كيبقى يضحك ويشد جماعه لدرجه تخيلوا قسما بالله، لدرجه فاش كانت كتسالي ديك الحصه ديال الرقيه كنت كنبقى انا شخصيا شاد معاه ست، كنبقى نجمع انا وياه فهمتي، يعني كنبقى غادي معاه في الجماعه ونسولو هادي وهادي وهادي. والثالث الجن الثالث كان عباره على مرأة شارفه وكبيره في العمر، وتاهي مرزنه ومثقله، يعني الطريقه باش كتجلس وزعما مستوره فهمتوا، يعني ملي كيبان له يصار شي بلاصه في يديها ولا كيخسر لها الزيف كتقادو كتجلس بلاصتها وكدير يد فوق يد وكتبقى بحال كتشوف في يديها واش الذهب ولا شي حاجه فهمتوا، داكشي ديال العيارات. المهم ان كل مره كيبان واحد في شكل، تخيلوا كل ما كانت هذه كتجيني من العائله والله تنقول هادشي غير تخربيق ولا انفصام يعني انفصام في الشخصيه. ما كاين، ما نقول ما كاين 3 جنون ولا 4، ولكن انا كنعرفها، يعني كنعرفها كيف دايره. داكشي علاش الحصص ديال الرقيه بينو شحال من حاجه كنت غلط فيها الصراحه. المضحك في الامر ان داك الجن البرهوش اللي مره كيطلع في وصال كان ما كيهضر مع حتى شي واحد من غير الراقي طبعا، اللي الا سولو على شي حاجه حيت كيخاف منه، ولكن غير كان كيسمع صوتي انا كيبدا تيضحك، كان تيموت بالضحك. من كيهضر مع شي واحد اخر في الصاله ما كيجاوبوش، ولكن انفو نهضر انايا غيبدا يضحك. والواعره انه قال لي شتي انت راك عزيز علينا وعزيز عليها، وراك ديما كتضحكنا حنايا. شكون هما؟ الله اعلم. المهم من بعد عرفت انه هما كيهضروا بداكشي اللي في دماغ الانسان، يعني فهمتوا، يعني انت مثلا الا بداك تيقول لك، يعني الا كان شي واحد ولا شي وحده ملبوس قدامك وبدا كيقول لك شي حاجه تقول وهداك الجن كيفاش عرفهم؟ نورمال، حيت انت معودهم لهذاك الانسان اللي هو مريض، ودوك الجنون كيستعملوا داكشي باش انهم يهضروا به فهمتوا. ودليل اخر على هذا الكلام انه قال لي واحد الحاجه اللي كنت ديما كنحلم بها ويصل بيا السوق راه عارفها. قال لي داك الجن ولا داك الجنين بصالح العباره، قال لي انت باقي غادي دير ديك الحاجه، ولمح ليا بيديه فهمتي، عطاني شي تلميحات اللي يعني زعما باش انني نتيقو. صافي من بعد استراحه محارب ارجع عاوتاني داك الراقي اللي عمل وبدا كيقرا وكيوصل لواحد الايه وكيعاودها، كيوصل لواحد الايه كيبقى كيعاودها بواحد السرعه اللي خياليه. كتبدا ديك الوصال تطلع حتى للسما، بدا تقرب السقف وترجع تاني للارض، وكتفيه وكتقلز ليه بصالح العباره، سواء التقلاز ديالنا ديال الدارجه ولا بلونجلي هذيك الحركه بلا ما نقولها. المهم دارهم بجوج، او وصال دارتهم بجوج، بقات كتقول لي وبركه ياو فهمتي. دابا شوفوا هادشي كيضحك شي شويه قسما بالله. شتو الحصص ديال الرقيه كاع اللي كانت فيهم وصال كانوا موتوا بالضحك، كانوا موتوا ديالو بصح. صافي قلتها لك بالعربيه وقلتها لك بالشلحه وبالانجليزيه، واش بغيتي نقولها لك حتى بالشينويه؟ وكتغوت عتي كتغوت عوض الحرام وهتفا. المهم ديك وصال الليله، المهم الصوره ديال هاد التعكسات هذه ما دايرش هكاك في الواقع، حيت كيف ما قلت لكم البنت ماشي هكاك بحال الواقعيه ديالها، يعني كانت
كانت كما كنقولوا عيبها بعيد الصراحه، وما كتردش الهضره الى اخره. المهم دازت سيدي الحصه الاولى، وفيها اكتشفنا بلي وصل راه مريضه. صافي عطاها شي تعليمات تبعهم بحال الضفار ما يطوالوش، ما يتصبغوش، تكون ديما على وضوء، الفجر ما يفوتهاش، المهم العذاب الالم. من ديك الليله تبقى وصلت حلم شي حلمات لي في شكل. وديما مورا اي حصه، يعني اي حصه ديال الرقيه درنا، الغد لي كيسولنا الراقي شنو الحلم اللي حلمتو البارح. المهم غادي تجي الحصه الثانيه اللي غادي دار في الدار عندنا. قلنا نجيبو لعنا داك الراقي للدار، منا نديرو الرقيه للدار واللي فيه الحليبان. عاوتاني وصل ما صبراتش، يعني يلاه بدا كيقرا شويه، بداك الاول فهمتي عاد، حتى بدات هي كتسد عينيها تاني، بحال ديك السهوه اللي كتجيكم ديال النعاس. الا كتنعس وكدير ديك هكا وكتفيق بحال هكاك، يعني انها كتنعس ويصير وكيفيق داك الجن او دوك ثلاثه الجنون. وتما كيبدا الفيلم الثاني عاوتاني من داو جديد. بدات عاوتاني الحصه الثانيه. اش نقول لكم اخوتي، عرفتي واحد الكميه ديال اللغوات راه ما نعاودش لكم. انا غادي نسولها، الا كان ممكن غادي نحط لكم واحد المقتطف من الاوديو ونبدل ليه الصوت بيان سور باش ما يبانش الصوت ديالها. صافي قلت لكم، بقى السيد كيقرا عليها تاني وهي راه تتعذب. عرفتي كنقول لكم راه السيده كتركل وكتبدا تضرب في وجهها وكتقول واه شعري كيما حرقتي الله يحرقك، نجو بحال هكا. يعني السيد راه كتبكي وكتغوت كتقول ليه وراه. المهم فاش بدا صافي بحال قلت بدات كتستنزف الطاقه ديالها، بدات كتقول ليه وراه عيات مسكينه، خليها تمشي تنعس، واش ما بقاتش فيك. وصافي كتبقى هكاك فهمتي، كتبقى ساكته واحد الوقت شي بحال قلتو فاش كيتبدلوا الادوار، كتبدا عاوتاني كتضحك بحال هكا كتقول. صافي انا كنشوف ديك فيصل بحال هكا وكنقول ناري دابا ما يمكنش هذا الشيء اللي كنشوف فيه يعني يكون واقعي، راه امبوسي، ما يمكنش. صافي وتخيلوا معايا. المهم السيد فاش المهم هو غادي فهمتوا ما كيتسوقش الحركات اللي كدير له، واش كضرب راسها مع الحيط ولا سميتو فهمتوا، حدو كيدير لها شي حاجه يعني تحت راسها ولا سميتو باش ما تردقش ولا شي حاجه. صافي هو كيكمل القرايه ديالو. صافي فاش عاوتاني لحق ديك الايه ديال السحر، يعني شي واحد يسحر، السيده بدات بحال قلتي بدات كتلمح لينا فهمتوا، ولكن هو ما كيخليش المريض يقول شي حاجه ولا زعما يذكر شي سميه. حيت فاش سولته قلت لي علاش السي فلان بلا ما نذكر سميتو، قلت لي علاش السي فلان ما كتبغيش السميه تبان، واش على وديت زعما ينوض مشكل. قال لي كاين جوج الحالات. الحاله الاولى انه يقدر داك الجن غير كيكذب، وما يعني الصداع والمشاكل راه من الخصال ديالهم، يعني يقدر بغا يشعل العافيه بين واحد جوج عائلات، يعني نتوما وهذاك الانسان اللي قال لكم يقدر ان هو عارف ان عندكم مشاكل معاه وغيزيد يشعل المشاكل باش تمشيو نتوما تقصدوا وتقولوا ليه لا انت كتسحر لينا وسحروا لينا فعلوا لينا تركوا لينا. المهم صافي قال لي والحاله الثانيه كيقولوا الصح، غير هو حنا ماشي غرضنا بشكون يسحر، حنا غرضنا يعني بالشفاء، يكون الشفاء وصافي. اما اللي يسحر راه ربي فوق راه هو تيشوفو. صافي هي هذيك السيده كما قلت لكم كتشير لواحد البلاصه، مهم فهمتي. وحنا اللي زعما بكامل القوى العقليه ديك الساعه كنشوفوا بعضياتنا كنقولوا واه اش هذا الشيء. صافي المهم الرقيه بدا حيت كيدير واحد البوز شويه المهم كيدير واحد البوز اللي خفيفه، وبقى يعني ويصار ما فاقتش، يعني بقى في هذاك الشيء. حيت الطريقه باش كيهبط الجن من الانسان ملي كتسالي الرقيه حتى هي في شكل وعالم اخر. صافي بحال قلتو بقات بحال هكا وصال جالسه في وسط الصاله ما عرفت كيفاش تجبد معاها الهضره ديال زعما شكون هذا ما شكون هذا. كيفاش بدات كتقول لنا هي او اش بدا تيقول لنا هو
تيقول لنا عرفتي الا قلت لكم هذا شكون اللي كيرش لكم وكيدير لكم غادي تصدموا، كلشي اللي في هاد السلطه يعرفوا. واش فهمتوا؟ انا بالنسبه لي ديك الساعه ضرني راسي ديال بصح. كنقول خصني نعرف شكون هذا، يعني لا يكون شي واحد من العائله ولا شي واحد من الجيران ولا، ولكن هي كتقول لنا والله الا كلكم غتصدموا. انا تنعرفو مزيان، نبدا نقول وكدير لنا التشويق، ما بحال كتبغي دير كتقول لا 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 ما غاديش نقول. علاش؟ حيت نقول لكم علاش كتقول ما غاديش نقول، حيت الراقي تيقول ليه واش مازال ما عييتي، صافي كتسد نيت فمها، ما كتبغيش تقول حيت كتخاف منه. فهمت يعني؟ كيخافوا من داك المسك الاسود وكيخافوا حتى من دوك الايات اللي كيقرا. صافي كما قلت لكم بقات الحال على هكاك. دازت هاد الحصه هادي، وباش انه يهبط داك الجن كيشد ديك القرعه ديال المسك وكيبدا يضرب فيها، حيت اصلا هي داك الريحه ديالو يعني كتعطي واخا القرعه مسدوده. بقى كيضربها فوق راسها كيقول يلاه زيد ويصل ما حدو كيقيسها بداك المسك. هي بحال قلتي بحال كتجمع، فهمتوا؟ ما كيستحملوش ديك الريحه ديالو. صراحه انا ما بيا والو الحمد لله، وما قدرتش نشم ديك الريحه، كتجيني قاصحه. فهمتوا يعني؟ عساك واحد اللي اصلا راه ديك الريحه ما تيحملوهاش هما، ولا انا فيا والله اعلم. المهم صافي يعني دازت ديك الحصه الثانيه حتى هي بسلام، او بالاحرى مهم الى حد ما. السيده شادي طرا ليها مورا ديك الحصه، تخيلوا غادي يعني كما قال لها الراقي، من تمشي زعما لداركم الصلاه في وقتها، الفجر ما يفوتكش وتنعسي على وضوء، مزيكانو نطفار طوال لا. فهمتوا يعني؟ عطاها بزاف ديال التعليمات اللي تبعهم. تخيلوا واش كان كيطرى ليها فاش كتنوض كتصلي. عرفتي فاش كتبغي تحطي يديك للسجود كانوا يديها كيدوروا على قفاهم كي تيقولوا. فهمت يعني؟ الا قلب ديك ماشي راحت لي ما عرفتش كيقولها. مهم الفوق ديال اليد ماشي لتحت، فين كنزيروا الصباع داك الفوق. كانت كتبغي تسجد وكدير هكا حتى كتعيط على امها، كتقول لها ماما اجي شوفي. فهمتوا يعني؟ لواحد المده وهي كان كيطرى ليها بحال قلتي كانوا ما كيخليوهاش تصلي وتواظب على الصلاه ديالها. صافي ما عرفتش. المهم داكشي كتير صراحه. قولوا لي اذا بغيتوا نكمل لكم داكشي كنطرا في دوك الحصص ديال الرقيه. صافي اذا كنتو زعما بغيتوهم نكمل لكم في القصه الجايه.